السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. النهارده يا حبايبي هننضف مع بعض سمك البلط الدمياطي وهنعمل له احلى تتبيله ان شاء الله، وتكملوا معايا الفيديو للاخر. عندي سمك بلط دمياطي، والصراحه نوع السمك ده احلى اكل ليه اليومين دولت في الحر، لانه مبيبقاش فصله ناعم وقلبه بيبقى سمين، سواء في الشوي او في القليه. بقص كده الزعانف زي ما احنا شايفين، بس اهم حاجة تستخدمي مقص حامي، لان السمكة بتبقى ما شاء الله كبيرة، فعشان ما تعذبش ايديكي. وبقص كده الزعانف برضو اللي عند الخياشيم، العضماية دي بتبقى جامدة شوية كده. لكن السمك البلدي الصراحة اليومين اللي في الحر دولت ما بيتاكلش خالص. اي مكان فيه زعانف احنا بنقصه بالمقص خالص. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بجيب بقى الخياشيم بتاعتها كده، انا بحب اقصها كده خالص من عند كده نص العين، وبقوم فصلها خالص لغاية البق، بتطلع معايا حتة واحدة كده. بكمل بقى الكمية بتاعتي، وبعد كده هاجي لمرحلة ان انا انجر القشر بتاع السمك. بجيب السكينة وبعكس اتجاه قشر السمك بنجر كده بالسكينة، بطرف السكينة او ببوز السكينة، بيطلع معاكي بكل سهولة خالص. بتمشي على حتة حتة في السمكة، ما تسيبيش ولا فتفوطة خالص الا ما تنجريها، عشان السمكية تبقى نظيفة معاكي وزي الفل، ما فيهاش اي قشور خالص. ما تحرمش من كل واحد فيكم اشتراك في القناة وبيكتب لي كومنتات. انا الصراحة ببسط جدا من التعليقات بتاعتكم، وبفرح قوي ان القناة بدأت تكبر معاكم. عايزين نوصلها كده ل1000 مشترك ونكمل الشروط على خير بإذن الله. كل مكان فيها بنجره بالسكينة كويس لغاية ما تبقى السمكة معايا نظيفة وزي الفل، ما فيهاش اي قشور خالص. هو السمك اليومين دولت غالي، الكيلو عامل 80 جنيه، بس هنعمل ايه؟ احنا احترنا الصراحة في الاكل والشرب، كل يوم هنحتار هناكل ايه. والحتة برضو اللي عندي الدماغ ديت بيبقى فيها برضو قشور بس خفيفة، فخلي بالك برضو من الحتة ديت. والحتة برضو اللي عند الزعانف بتبقى مستخبية كده لتحت. برضو هجيب واحدة تانية وهنجرها برضو. دايما وانت بتنجري تحطي السمكية داخل الطبق كده، علشان النجر بينطر فيقوم ناطر في قلب الطبق، ما ياكلكيش اي حاجة. هنا بقى انا هقص الخياشيم كده، واقوم فاتحة بطن السمكة زي ما احنا شايفين. السمك ده نوعيته ما شاء الله بتبقى سمينة وجميلة جدا. هقوم شايلة الخياشيم، بتك عليها من تحت بتطلع معايا بكل سهولة، واقوم شايلة بقى البطن بتاع السمكة. شايفين السمونية بتاعت بطن السمكة نضيف جدا، وفي الاكل بيبقى جميل ان كان مقلي او مشوي. وبتخلص من كل الحاجات اللي في بطن السمكة كده. موضوع يعني سهل، ما هوش صعب ولا اي حاجة، بس عشان عرايسنا الجداد بيبقوا لسه برضو بيتعلموا فيشوفوا ادق التفاصيل. وفي فرشة انا مخصصاها مخصوص لتنظيف السمك، فرشة اسنان. انا بدعك بيها كل حتة في بطن السمكة وفي راس السمكة، بتشيل اي بقايا الدم وبقايا بطن السمك، بتخليها لي الصراحة ما شاء الله زي الفلة. وبعد ما اخلص تنظيف السمك بغسلها وبعقمها وبعينها لتنظيف السمك، دي مخصوصة لتنظيف السمك. فكرة الفرشة دي جميلة جدا وبتسهل عليكي، ولا بتوجع ايديك ولا اي حاجة. طبعا احنا بنفتح المية الجارية بتاعتنا من الحنفية، حاجة بسيطة كده، وبنشغلها تحت السمكية واحنا بننضفها، وهتخلي ما شاء الله معاكي السمكة زي الفل. وبالفرشة كده تحت المية
مش هتلاقي اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده السمكية ما شاء الله بقت نظيفة وجميلة. الفرشة ديت بتتخلص لك من اي حاجة في السمكة، بقايا دم، بقايا اي حاجة، وبتخش لأدق الاماكن. دلوقتي انا هجيب بقى السكينة اللي ما بستغناش عنها، السكينة المنشار دي، هقطع بيها السمكة نصين، لان هو ما شاء الله سمك كبير وانا عايزاه انصاص علشان اعرف اقليه كده ويبقى مقرمش وحلو. فبديها شقة كده من عند السلسلة بتاعة العظم، وبقص بقيتها بالمقص. كل نص هعمل فيه فتحات كده علشان لما اجي اتبل التتبيلة تبقى السمكة عندي متبلة حلو. الوش الاولاني وبقلبها برضو على الوش التاني وبعمل فيها فتحات، والنص اللي فوق بعمل فتحات كده من جنب السلسلة الناحيتين. الفتحات دي علشان احنا هنعمل فيها التتبيلة. هعمل وقتي محلول نقع للسمك يتخلص لك من اي زفارة ومن اي بقايا دم فيه. المحلول ده 10/10 جدا. هنجيب طبق كده ونحط فيه شوية دقيق وشوية سكر وشوية ملح، ونفتح المية عليه، نملى الطبق مية على الدقيق والملح والسكر، وهنجيب ليمونة ونعصرها عليه، وحط الليمونة بقشرها برضو بعد ما تعصريها في خليط المية ده، وانزلي بالسمك بتاعك. هتخلي بصي محلول النقع ده حاجة تحفة جدا، وهم فوق ما تتصوري. بيشيلك الزفارة وبقايا الدم اللي فيه، هيخليهولك ريحته جميلة جدا. نصيحة لوجه الله، بلاش تستخدمي خل، ان انت تنقعي شوية خل في مية مع السمك وكده بيهري لحم السمك. دلوقتي هنجهز التتبيلة بتاعتنا. عندي توم مفروم وملح وفلفل وكزبرة وشطة وكمون وليمون. هنجيب طبق كده نخلط كل البهارات الجميلة ديت مع بعض، وهنعصر عليها الليمون بتاعنا. السمك يعني بيحب الكمون ويحب الليمون. التتبيلة بتاعتي كده جاهزة عندي، وهجيب السمك افتح بطن السمكة كده زي الفل ما شاء الله. تنظيف الفرشة جميل جدا. كل حتة انا فاتحة فيها بالسكينة انا بقوم جايبة جزء من التتبيلة وبحط في الاماكن اللي انا مفتحة فيها بالسكينة دي، وبرضو بطن السمكة والدماغ وقلبها وكله بمشي على مكان بس يعني انت بتمشي كده تمشيات خفيفة، مش بتكتري ولا حاجة عشان ما تبقاش حامية معاكي. برضو الجزء اللي فيه الديل الفتحة اللي فيه برضو بحط فيها حتة، والناحية التانية برضو بحط فيها، ومن جوه برضو بمشي عليها كده. هنعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها نتبلها. وكده انا خلصت الكمية، وبجيب بقى ليمون واقوم عصرة على كل السمك اللي انا متبلاه، واسيبه بقى شوية كده واغطيه يتبل حوالي ساعة، ساعتين، ساعة ونص. كل ما قعد في التتبيلة كان احسن. وده شكله بعد ما انا قليته. وبألف هنا على قلبكم يا رب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.